ليونيل ميسي يركي القميص المنتخب المكسيكي ويمسح به الأرض خلال احتفاله مع منتخب بلاده في غرف تبديل الملابس عقب فوزهم على منتخب المكسيكي. وقد تبادل ميسي قميصه مع أحد لاعبي المنتخب المكسيكي عقب مباراة وأخذه معه لغرفة تبديل الملابس، وهذا التصرف جعل المكسيكيون يغضبون بشدة، ووصل بعضهم يتوعد ميسي بالضرب وحتى القتل، ومنهم الملاكم المكسيكي المشهور كانيلو ألفاريز الذي هدد بدوره ميسي بالضرب وأنه سيلاحقه ويضربه ضربا مبرحا لأنه أهان المكسيك في غرف تبديل الملابس بعد فوزهم الأخير، بإرسال رسالة لميسي: سأبحث عنك حتى أجدك، أما أنت فعليك أن تصلي حتى لا أجدك. ما رأيكم في تصرف ميسي؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات. هل كان ميسي متعمد بإهانة قميص وعلم المكسيك أم لا؟